انتوا تدرون خل التمر يصير بيه اطيب دجاج مشوي على الفحم، واليوم راح اعلمكم الطريقه. اول شيء تجيبون دجاج فريش او دجاج مجمد عادي، بس يكون اهم شيء مايع كل زين، وتقطعوه الفخذ واحد والصدر واحد والجناح واحد، لان كل قطعه بالدجاجه يكون استواءها واحد. نجيب لنا فصوص ثوم نحطها بالخلاط، ونحط وياه كاري وفلفل اسود وزنجبيل وكزبره مطحونه ولمندوزي. شيء اكيد نملح كل زين، ونحط نص لتر خل وياها نخلطها، نحط لتر كامل عليها من الخل ننقعها بيها ويا التتبيله، ونعوفها اقل شيء ساعتين. وكل ما تبقى اكثر بالتخميره كل ما تصير اطيب. وعادي هاي تعوفوها يوم كامل كل شيء ما عليه. ومن نشيش الفخذ واحد وعصا الطبل واحد والصدر واحد والجناح واحد والرقبه واحد. لازم من تشووها الجمر مالتكم يكون هادئ ما بي نار، ويستوي على الدخان والحراره مالته، وكل شويه تقلبوها. وهاي من اطيب تتبيلات الدجاج المشوي على الفحم، انصحكم تسووها. وللي ما يعرفني انا الشيف علي ربيعه، صاحب سلسله مطاعم بي اكس، ويوميا انزلكم مشروع جديد ووصفه جديده. لا تنسون الرزق لا علي ولا عليكم، الرزق على الله.